الثانوية العامة. الثانوية العامة يا بنات ويا ولاد مش آخر المطاف، وأنا جاية أقول لكم كطنطي، مش بقول لكم ماما وبابا اللي دايما عندهم أحلام وطموحات ويمكن عايزين يحققوها أو يشوفوها فيكم. أنا جاية بكلمكم طنطي اللي بتتكلم عن براحتها أو معاكم براحتها. يعني عايزة أقول لكم كده، النجاح في الحياة غير النجاح في المدرسة، غير النجاح في الكلية، غير النجاح في اي حاجة انت فاكر انك انت هو ده اخر العالم. هو ده مش اخر العالم. انت بعد ما بتخلص المدرسة وبعد ما بتخلص كليتك بتكتشف دنيا تانية، بتشوف المجتمع بجد، بتشوف الشغل بجد، الحياة العملية بجد. ممكن تدرس حاجة وتشتغل حاجة تانية، ممكن تبقى رقم الإيداع 2008 5233 صفحة، عدد الملازم 39 ملزمة، الورق 70 جرام. تمام. بتفكر في حاجات غير الحاجات اللي انت اتعلمتها اصلا. تلاقي نفسك رايح في مجال تاني اصلا وعمال تاخد فيه كورسز وعمال تذاكر في حاجات تانية يعني ملهاش علاقة باللي انت اساسا درسته. فاوعوا تخلوا دي عقبة توقفكم عن استكمال مسيرة حياتكم. في ناس، انا شخصيا وانا داخله اولى ثانوي انا عارفه انا عايزه ادخل ايه، وعارفه انا عايزه اطلع ايه، وعارفه انا هذاكر ايه ورايحه فين وجايه منين، وهدفي حتى الشغل بتاعي هبقى فيه ايه. وحتى وانا في شغلي كل سنتين ثلاثه كنت بغير البوزيشن بتاعي، الحاجه اللي بشتغلها، بتعلم حاجه جديده، ما كنتش بثبت على حاجه عشان نمشي كويس والسنة لسه من أولها. شايفين الكتب دي؟ هتحفظوها صم. في نوع تاني من الطلاب او طلبة الثانوية العامة بيبقى عايز يحقق حلم امه وابوه، وبيبقى شايف نفسه بنظارتهم او بعيونهم، او هو نوع من انواع الوفاء، عايز يعمل اللي هم عايزينه بس هو مش عارف هو عايز ايه، هو لسه تايه، هو مش مركز هو ده فعلا حلمك او حلمك ولا هو حلم ابوكي او امك. فاللي عايز ينجح في الحياة العملية اللي هي أهم، اللي هي بقية عمرك بقى، احنا بنتعلم لغاية سن 20 21 22 يعني في الحدود دي. فبقيت حياتك لغاية ربنا ما يطول في عمرنا جميعا، مثلا لغاية سن 60 70 انت بتعيش حياة تانية خالص. فالجزء بتاع الثانوية العامة والجزء اللي انت اتعلمته ده غير الحياة العملية. الحياة العملية موضوع تاني، موضوع محتاج منك انت إرادة، محتاج ذكاء، محتاج انك تفهم نفسك كويس وتشتغل الحاجة اللي انت عايز او حاسس انك انت ممكن تنجح فيها او تتميز فيها مثلا. محتاج ان انت تبقى مدرك للمجتمع اللي حواليك والتطور اللي بيحصل، لان احنا ما بقيناش زي زمان علمي وادبي وعلم رياضه وعلم علوم وبعدين هتدخل كليات معينه احنا حافظينها وبعدين هتطلع منها تشتغل في حاجات معينه. لا لا لا،